واخيرا تبدأ انستا باي في فرض رسوم على التحويلات. طبعا كلنا عارفين انستا باي وكبرنامج ازاي يسهل عمليات التحويل بين الحسابات البنكية، واللي كاد يكون تعمل احصائية بسيطة كده كاد يكون 12 مليون مستخدم ليه دلوقتي. انستا باي بدأ في 2022 وكانت الخدمة مجانية. طبعا نظيره من جميع البنوك او اي حاجة بتقدر تعمل عملية تحويل عليها، فكان بيتم فرض رسوم. انستا باي كان يوم ما ابتدى وهو عايز ينتشر زيه زي اي ابلكيشن عايز يحقق ربحية، فممكن يجي على نفسه في المرحلة الاولى وان هو يصرف مصاريف او يجي على نفسه بالخسارة لاجل انه ينتشر بين الناس. دي ما حدش يعني اكيد كلنا عارفينه كابلكيشن لطلب العربيات. دي كان اول ما بدأ كان بينزل لك البروموشن، بتلاقي نفسك انت ما بتدفعش حاجه في الرحله بتاعتك، مقارنه دلوقتي اي حد يفتح ابلكيشن دي دلوقتي هيبص هيلاقي ان ممكن الرحلات دي بقت تتعدى اوبر، وده الغريب. طيب انستا باي زي ما ابتدى كمرحله اولى ان هو في 2022 انه يحاول انه ينتشر بين الناس ويحقق استخدام كبير بينهم، بالفعل هو وصل للي هو عايزه. واحنا دلوقتي 2025 بدأ يحط رسوم على التحويلات ودي عامله زي جس نبض، لان انا بقول في الفيديو ده دي مش هتكون اول ولا اخر فرض رسوم، بالعكس ده ممكن في الايام الجايه بعد كده هيزيد من فرض الرسوم دي. لان انت لما تيجي تبص على الرسوم المفروضه في انستا باي هتلاقي ان هو عامل لك حد ادنى 50 قرش، هو 1%، يعني هو عاملها لك نسبة مئوية 1% بحد أدنى 50 قرش في التحويل، وحد أقصى 20 جنيه. غير إنه عمل لك كاستعلام على الرصيد بتاعك اللي موجود في الابليكيشن، أو ككشف حساب مختصر. قال لك إن 10 مرات، يعني 10 مرات هستعلم عن الرصيد فري في الشهر. طب ولو بعد ال10 لا هيبقى فيه 50 قرش. فهتلاقي المبالغ زهيدة، زي ما قلت المبالغ زهيدة نظيرا بأي ابلكيشن تاني. فانت لما تيجي تبص 50 قرش حد أدنى و20 جنيه حد أقصى، ده في ناس بتبعت بالألوفات. يعني كعملية تحويل الناس، في ناس بتبعت بالمئات وفي ناس بتبعت بالألوفات. فلما تيجي تبص تلاقي ان القيمة 50 قرش بحد أدنى، ولو انت وصلت للحد الأقصى اللي هو 20 جنيه ده مش مبلغ. لكن انستا باي في فرض الرسوم دي هو بيجس نبض الناس اللي بيستخدموا الابليكيشن. هل هيتم يعني الاستمرار مع انستا، ولا هيتم التحويل او استخدام ابليكيشنات اخرى اللي هي زي مثلا السي اي بي انترنت بانكينج، اللي هو بيديك برضو اتاحه ان انت تحول بين حسابات البنك داخل السي اي بي او خارج البنك، ولا محفظه فودافون كاش. بس لما تيجي تبص بقى على محفظه زي محفظه فودافون كاش، انت لما بتيجي تسحب مبلغ من فودافون كاش هو عامل لك 1% بحد ادنى 3 جنيه وحد اقصى مفتوحة. طب انا لو عايز احول تبقى بحد ادنى 1 جنيه بحد اقصى 15 جنيه. طب لما تيجي تبص حاجة زي فودافون كاش، لما تبدأ تحول بين المحفظة والتانية، طبعا داخل فودافون كاش لفودافون كاش مفيش مشكلة، لكن لو انت بتحول لمحفظة اخرى فانت بتعمل قلنا حد ادنى 1 جنيه وحد اقصى 15 جنيه. مقارنة بانستا باي هتلاقي ان المبلغ زهيد. حاجة زي السي اي بي، انت لو حبيت تعمل تحويل في السي اي بي كانترنت بانكينج هتلاقيه بيقول لك ان انت لو ما بتعمل عملية تحويل من سي اي بي لسي اي بي كحساب بنكي ببلاش. طب انا لو عايز اعمل تحويل لخارج، يعني من السي اي بي داخل مصر بس لحساب بنكي اخر، هتلاقيه بيقول لك انه عامل لك كحد ادنى 40 جنيه وحد اقصى 350 جنيه. فمبالغ كبيرة زي ما قلت نظيرا لما نيجي نعمل المقارنة بينه وبين انستا باي، فهتلاقي لا المبلغ لا يذكر. شابو انستا باي، انت قدرت تحقق فعلا ان ناس كتير او يوزرز كتير او مستخدمين كتير يقدروا يستخدموا البرنامج، وده وقت جني الربح. اي نعم ده مبالغ زهيدة، تمام. فانا متأكد ان انستا باي مش هتتوقف، ومش دي المرة الاولى اللي هتزود فيها الرسوم، ولا هتقف على كده. لا الرسوم هتزيد بعد كده، وده يعتبر جس نبض للعملاء بتوعهم.
واللي انا بقول هنا في الفيديو بتاعي، لا انا ما زلت هستخدم انستا باي لحد ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي، لان انا شايف ان 50 قرش او 20 جنيه كحد اقصى من قيمه التحويل المبلغ بتاعك مش مبلغ، وربنا يستر.